المخزن منذ الأمس وهو في حالة تأهب قصوى. الملك مجهز خطاب مسجل وجاهز، والإعلام مجهز ومجيش الناس لاحتفالات من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء، فقط محاولة لامتصاص الصدمة قبل وقوعها. وهذا هو الشيء الذي حدث. ما كانش اختلاف ما بين الأمس واليوم. احنا كنا حدثناكم على أن هناك مسودة هي الثالثة والتعديل الثالث، وهذا التعديل هو اللي وقفت عليه الجزائر، وإلا كانت المسودتين السابقتين أو المسودتان السابقتان كان فيهم كوارث. المسودة الأولى والمسودة الثانية قبل التعديل كانوا يتكلموا بصريح العبارة على أن الحكم الذاتي هو الحكم النهائي وهو القرار النهائي والحل الوحيد، لكن المسودة التي تم التصويت عليها اليوم لا تنص على أن الحكم الذاتي هو القرار أو الحل الأخير، بل هناك فرصة للحوار من أجل تقرير المصير. المسودة الأولى والثانية كانت تريد أن تكون مدة عمل المينورسو 3 أشهر فقط، لا أكثر ولا أقل، ولكن المسودة اللي أشرفت عليها الجزائر مددت من مدة تجاوز المينورسو إلى 12 شهرا. المخزن أمام هذه الصدمة بدأ عملية الامتصاص بالأمس، بدأ يحضر الإعلام تاعو، حضروا حتى الملك، قالوا له دير خطاب المهم تمتص غضب الشعب وتمتص أي شك يكون موجود عند الشعب. يا ناس احنا شعب مثقف، احنا الشعب الجزائري شعب مثقف، ما راناش شعب أمي وجاهل كما الشعب المروكي. الشعب المروكي قالوا له باللي خلاص راك ديت الصحراء، هو والله العلي العظيم ما أخذ منها شبرا. القرار تاع اليوم وش يقول؟ القرار تاع اليوم هو بمثابة الدعوة إلى الحوار، والقرار نتاع اليوم يشترط موافقة جميع الأطراف. يا ناس راه ما كاين حتى تغيير، راه المخزن فقط خلق لكم كذبه وجهز لها. يعني بدات وسائل الاعلام تاعهم تخدم ضربه واحده، بدا الالكتروني ضربه واحده، ودعموه بخطاب مسجل للملك، سجلوا الامس او اول امس جهزوا له الخطاب هذا يقراه باش يمتص غباوه هذا الشعب المروكي. فما تروحوش بعيد. اولا نعطوا لكم القراءه القانونيه لهذا القلم. احنا بالامس قرينا هذه المسوده وشفناها وتناقشنا عليها واعطيتكم المفاتيح اللي موجوده فيها. هي اولا تمدد عمل المينورسو لمده 12 شهرا، لانه ممكن جدا يتفقوا على استفتاء يتعلق بالحكم الذاتي. بكري ما كانش المقترح تاع الحكم الذاتي موجود في صيغه الاستفتاء، فممكن جدا انه البوليزاريو لما يجتمعوا مع المخزن يقولوا باللي معليش نديروا الاستفتاء على الحكم الذاتي وتمشي الاستفتاء، وبالتالي المينورسو وجودها هنا يصبح ضروري. فممكن يتفقوا في غضون 12 شهرا يكونوا اتفقوا على صيغه للتصويت على الحكم الذاتي. ماهوش كما قال لكم واحد درك راني شفته دار لايف، الله غالب هذوك مستويات تاع علم، قال لك لا هذه مده تاع 12 شهر فقط مده انتقاليه. لا ما راهيش مده انتقاليه، هي موجوده كضامن. قوات المينورسو ما زالت موجوده كضامن. إذا كانت اتفقوا الأطراف على استفتاء يتعلق حتى ببند الحكم الذاتي فالمينورسو سيشرف عليه. إذا تفاهموا باللي ينتقلوا مباشرة للحكم الذاتي بدون استفتاء المينورسو يرفدوا القش تاعهم ويروحوا. هذه واحدة. اثنين، يا ناس هذا القرار نتاع اليوم هو بمثابة دعوة إلى الحوار، لم يفصل في الموضوع إطلاقا. هو محطوط في البنود الغير ملزمة، البند السادس غير الملزم، ماهوش ملزم. وبالتالي ما تقولوش باللي علاش روسيا والصين ما داروش الفيتو. الفيتو ما يكونش في القرارات غير الملزمة، الفيتو يستخدم في القرارات الملزمة فقط. أما الدعوة إلى الحوار والدعوة إلى التشاور ما يحتاجش إلى أنه الصين أو روسيا أو أي بلد آخر عنده حق الفيتو يستخدم الفيتو نتاعو. لو كان كاين قرار ملزم يقول باللي لازم الآن الصحراء تلحق بالمروك وقرار نهائي، ممكن جدا كان ممكن جدا أنكم تشوفوا الفيتو. الفيتو ما تكونوش بهايم كما المراركة بهايم ما همش فاهمين أصلا باللي راهي في البند السادس غير ملزم. انت راك جزائري قاري، راك مثقف، عندنا كليات نتاع حقوق، عندنا ناس متخصصين في القانون الدولي يقدروا يشرحوا لكم هذه النقطة.
فبالتالي الناس اللي راهي تقول علاش روسيا وعلاش الصين ما استخدموش حق الفيتو، نقولوا لهم باللي هنا القرار غير ملزم، لا يحتاج إلى فيتو. الامتناع عن التصويت يكفي. شيء آخر، كيف أنت تلوم روسيا والصين تقول عليها ما استخدموش الفيتو في حين أن الجزائر نفسها لم تصوت؟ أفهم. يعني إذا كان المروكي بهيم ما تكونش أنت بهيم كما هو. خذ الأمر بشكل قانوني. الجزائر لم تصوت، روسيا لم تصوت، الصين لم تصوت، باكستان لم تصوت. والجزائر علاش ما صوتتش؟ الجزائر ما صوتتش قالت لهم رانا حابين أنه يكون البوليزاريو هو الممثل الشرعي للصحراء الغربية، لازم تأكدوا، هي موجودة بصح قلت لهم لازم تأكدوا عليها. شغل الجزائر حوستهم على سبب برك ما نصوتش، روسيا قالت ما نصوتش، الصين قالت ما نصوتش، باكستان قالت ما نصوتش. هذو دول امتنعوا عن التصويت. أما الدول التي صوتت فهي صوتت على مبادرة للحوار، ما هوش فصل نهائي في الموضوع. فما يجيكش البهيم المروكي تخيل الكميه نتاع انا اليوم والله غير زدت تاكدت بما لا يدع مجالا للشك باللي دائما لما نقول مخ المروكي في قحقوحه والله العظيم غير مخه في قحقوحه. صح المروكي صح المخ نتاعو في المؤخره نتاعو. خرجوا فرحانين وذوك نجوا لخطاب الملك. خطاب الملك ذوك نتناولوه بالتفصيل، ولكن معليش نشوفوا التفصيل نتاع قرار اليوم لازم نتكلموا عليه ونتكلموا على التفاصيل اللي موجوده فيه. خاطر ناس بزاف يعني انا شفتهم راحوا كونتر بي، وخاصه انا ما يهمونيش انا الابواق نتاع الخارج هذوك انا احنا رانا على بالنا بهم خونه ويحوسوا على اي فرصه لاحباط معنويات الشعب الجزائري والجزائريين. الجزائر تقرر عدم المشاركه في التصويت على مشروع قرار المجلس الامن المتضمن تجديد ولايه المينورسو. الجزائر تعتبر أن هذا القرار لا يرتقي لمستوى تطلعاتها، كما أنه لا يتضمن إشارة صريحة لمقترح جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراء الغربية. الجزائر تمكنت من تغيير صيغة النص المقترح بصفة جذرية، واضعة بذلك أسس وضوابط واضحة المعالم لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إعطاء دفعة قوية لإنهاء هذا الصراع القائم في المنطقة بين جبهة البوليساريو والمحتل المغربي، بينما اتسمت الصيغة الأولى بانحياز واضح وصريح لإطروحة المغربية. أصبح نص القرار الذي تم اعتماده اليوم مصاغا بطريقة تفتح الخيارات أمام كل الاقتراحات التي قد يقدمها الطرفان. القرار النهائي يؤكد على دور بعثة المينورسو في دعم جهود المبعوث الأممي لإيجاد حل سلمي يقبله الطرفين. النسخة النهائية جددت ولاية المينورسو لمدة سنة كاملة عوض فترة 3 أشهر التي تضمنها النص المقترح، مع فتح المجال أمام الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في مستقبلها وولايتها أخذا بعين الاعتبار مسار المفاوضات بين الطرفين. الجزائر تمكنت من إدراج جزئية مهمة أصبح من خلالها الأمين العام ومبعوثه الشخصي مطالبان بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بذلك اقتصار النصوص السابقة على الإشارة إلى القرارات المعتمدة منذ سنة 2007 دون غيرها. الجزائر أقنعت عددا من أعضاء المجلس للضغط على الولايات المتحدة لحملها على سحب العبارات التي كانت تصف مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه خطة جدية وذات مصداقية وواقعية. فيعني لما تقرأ يعني النص وكاين تروحوا للقناة الدولية، القناة الدولية الجزائرية هي حاطة منشور شرح فيه كل ما جرى، فيه الشرح تاع كل ما حدث.